مين ولاده بيشوفوا كرتون من النوع ده؟ الجمعية الأمريكية لطب الأطفال قالت إن الأطفال الأقل من 6 سنين لما بيتفرجوا على الرسوم المتحركة سريعة الوتيرة، كلام سريع ومشاهد سريعة، ده بيخلي الدماغ تشتغل بشكل سريع جدا علشان تلحق تسجل الأحداث وتعالجها، واللي ممكن بعد كده تهيئ الدماغ إنها ما تعرفش تنتبه أو تركز للأحداث الطبيعية العادية اليومية، وبالتالي تلاقي الطفل بطيء، مش عارف يركز ومش عارف يتحكم في انفعالاته، ومهارات التواصل عنده مع الناس ضعيفة جدا، واكيد ضعف في التحصيل الدراسي بالذات مواد زي الرياضيات اللي فيها هيحتاج يركز اكتر، وده طبعا غير الاطفال اللي بتتأثر بشكل كبير لدرجة انها تبدأ تتفاعل مع الناس بشكل كرتوني. ومش بس كده، ده كمان الالوان الزاهيه والصور والسيناريوهات السريعه بتخلي جسمهم يبدا يفرز كميه كبيره من هرمونات التوتر، وده بيظهر عليهم في شكل عصبيه وقلق، ومع الوقت واستمراريه المشاهده لفترات طويله ممكن يبدا يسبب تغيرات في كيمياء المخ، وبالتالي بتخلي الطفل عرضه لامراض نفسيه في المستقبل زي القلق والاكتئاب. اشجعكم لو بتشوفوا حاجات رتمها هادي ومفيده اكتبوا لنا في الكومنتات علشان نقدر نساعد بعض، واعملوا متابعة واستنوا الفيديوز الجاية علشان هشارككم بحلول اكتر للمواضيع دي.